مش قلت لكم الموسم ده ان الفانتازيا مختلفة؟ لازم تبقى ديفرنشال عشان تعرف بجد ان انت تكسبها. واللي سمع كلامي في الجولة اللي فاتت في نصايح الجولة، انا قلت لك تعمل ايه، واللعيبة دي جابت شوية نقط حلوين قوي، وفي شوية كده خذلونا، بس عادي. لسه الماتشات السهلة جاية، صح ولا لا؟ بس خلاص يا حبيب قلبي، مبقاش في حاجة اسمها ديفرنشال. كل الناس جابت كل اللعيبة الديفرنشال، مفيش حد بقى ديفرنشال. انا بقت نفسي مش ديفرنشال، غالبا هلاقيني في تشكيلات عادي جدا. اه والله. ما تفهمش في ايه دلوقتي، اي لعيب بيجيب نقط كله بيجري عليه. عايزين بقى نقعد مع بعض ونخرب وننقر وننقر كده ونخرب، فاهم؟ لغايه ما نطلع لعيبه ايه، مختلفه خالص، وتكون ديفرنشال فعلا، عشان نبقى احنا، بص، احنا اللي عملنا الديفرنشال. وان شاء الله تنجح. يلا بينا نخش على الحلقه ونشوف انا هوديك فين. وصدقني هتستفاد، واسمع كلامي زي الجولة اللي فاتت اللي ما سمعتش كلامي فيها ورجعت زعلت لما ما جبتش هاري ويلسون الخطير اللي عمال انادي بيه بقى لي 4 جولات. هتجري تجيبه دلوقتي، صح؟ ده شيء. اسمع بقى كلامي في اللي جاي. يلا بينا يا حبيب قلبي، يلا بينا حبايب اللي جابوني. حد كابتن برونو غيري؟ الحمد لله الكابتنة نجحت في اخر الجولة، بعد ما خلاص قلت ان انا ضيعت بعد ما هالاند عملها وجاب جونين. بس البرونو الاولد از جولد اللي انا اتكلمت عليه قبلها قال لي لا، انا هروق عليك، هجيب لك زي هالاند بالظبط، ولو بس الماتش يتقل دقيقتين كمان هجيب لك اكتر منه. بس يلا احنا راضيين والحمد لله، وطلعنا في الترتيب بطريقه جميله وبقى، والحمد لله ابتدت تظبط معانا. والحمد لله الحاجات اللي انا قلتها واللي قلت تعالى اعملها معايا، الحمد لله 50-50 او 60 نجاح ليا 40 لا، لان انا اتكلمت مع الناس على هاري ويلسون وجاب 16 نقطة الحمد لله يا رب. و... واتكلمت على لعيبة تانية، اللعيبة دي لازم تروح تجيبها وجابت بالفعل نقط. فالحمد لله الواحد يعني ايه مش بيسف في الحلقة طالعة ايه، انا طالع اعمل حاجة خفيفة كده، لان فعلا مفيش تغييرات كتير. خلاص تقريبا التمبلت بقى بتاع كل الناس لعيبه معينه ومعروفه، فودين اوريلي هالاند، او مثلا شاركي فودين، وده اللي انا جاي اتكلم عليه. بس خلينا نروح مثلا ويلسون خلاص في نص الملعب، تياجو في الهجوم، فتحس مفيش فولتميد، الناس مش عايزه تروح تجيبه، مفيش حد ينفع يعني ايه تروح تفكر فيه كتير. فانا بالتالي مش هقدر اتكلم عن حاجات كتير، بس هقدر اديك شويه نصايح وشويه لعيبه ممكن تكون ديفرنشال قوي في الفتره الجايه، لان تقريبا هو اللي هيفرق معاك هو الديفرنشال بس، مفيش حاجه تانية هتفرق معاك يا حبيب قلبي، لان تقريبا كل الناس عندها كل اللعيبه اللي معاك. فدلوقتي مثلا في خط الهجوم، لو هنبتدي بخط الهجوم، انا شايف واحد زي كيلفن لوي، لعيب ديفرنشال ومش اي حد جايبه، وماتشاته صعبه، بس هو اللعيب هداف، وجاب في مين، جاب في ليفربول، جاب في السيتي، جاب في اقوى الفرق، فخلاص تقريبا الموضوع متهيألي بسيط. وانا غالبا وانا بتفرج عليه اول ما يعمل التغييره دي بقول ده هيضيع الكلين، هو حقيقه هو بيضيع الكلين كل مره. فده لعيب ديفرنشال قوي، والناس بتفكرش فيه جامد، مع اني شايف ان هو ممكن يظبط قوي الفتره الجايه، خدها مني. تاني حاجة أنا بفكر الناس ترجع سيمينيو تاني، دي حقيقة، لأن الماتشات اللي جاية حلوة. هو فورموتو اللي ظهر بيها في آخر ماتش ما كانتش حلوة قوي، بس ما كانتش وحش، كفاية إن هو لما راح بفرصة مؤكدة حطها جون، فليه لأ ما يرجعلوش. بس الديفرنشال بقى بتاعه اللي أنا أصلا بفكر إن أنا أجيبه، إن شاء الله أجيبه في تشكيلتي، هو تريفينير، اللعيب اللي جنبه، مش عشان عمل الماتش اللي فات مع المان يونايتد وجاب 12 نقطة، لأ والله، عشان هو اللعيب ماتيريال كويس قوي، وانا اتكلمت عليه من كذا حلقه والناس بتتفرج عليا، قلت ده البديل المثالي لسيمينيو. بس فده بالنسبه لخط النص. عندك برضه بشاركي، اي نعم الناس هتروح تجري عليه، هو مش مضمون ده ايوه، لانه نزل في الماتش بتاع الكاس الماتش اللي فات، بس هو شاركي مضمون ان هو لو نزل في اي وقت يعمل لك ريتيرن اتاك اسيست او جول، فده برضه نحطه في الحسبان، او لو نعرف نجيبه يبقى افضل. عندك بقى تكيتي، انا مش عايز اتكلم عليه مع ان انا نفسي اروح اجيبه، وان شاء الله احاول اجيبه، بس انا عارف ان شايف الناس كلها رايحه تجيبه، الناس كلها بتجري عليه،
وده مش ادعى للتفاؤل خالص بالنسبه لي بصراحه، يعني مش ادعى للتفاؤل بصراحه. بس anyway انا برضه محتاج اجيبه مش عشان ماتش توتنهام، على الرغم ان توتنهام فريق مكسح وممكن يلبس 3 اجوان وممكن اتيكيتي يولعها، بس بعدين في وولفز وفي ليدز وفي ماتشات سهله، وكده كده احنا محتاجين هجوم من ليفربول في الماتشات السهله، وهي ابتدت تمسك نفسها، فليه لا. ده بالنسبه للاتيكيت. بس عندك خط الدفاع، انا شايف خط الدفاع ما فيهوش حاجه مختلفه خالص يعني. اوريلي لو تعرف تجيبه جيبه، بس هو ما بقاش ديفرنشال خلاص لان الناس كلها جابته. بس هو ده اللي انا ممكن انصحك بيه. ممكن بقى لو انت عايز مثلا تجيب كاليفوريا ورجع او عندك يلعبوا ده كويس برضه، وبس وخلاص. تخيلوا هي دي الحلقه، مفيش اي حاجه اصلا هتتقال، لان فعلا الفانتازيا بقت هي كده. الفانتازيا بقت لعبه خلاص. كام لعيب بيشتغلوا، الناس كلها بتروح تهجم عليهم، وبقى انت عايز تدور على ديفرنشال محترم قوي عشان تعرف تطلع نقط، وغالبا اول ما بيجيب نقط تاني جوله بيبقى مع ناس كتير، فما تعرفش بقى ماشيه ازاي. ونخش الجوله 17 ونشوف هتهبط ازاي علينا. وحبايب قلبي ما رضيتش اتقل عليكم النهارده، وبصراحه انا ورايا 100 حاجه ومسحول، قلت اطلع بس اشوفكم وتشوفوني واقول لكم كلمتين على السريع واقول لكم السلام عليكم يا رجاله.